أما معادن أساسية راح نتكلم عنها اليوم، موجود منها في إفريقيا حديد ونحاس وكروم. الحديد 4% إنتاجها كنسبة عالمية، وبيدخل في صناعة الصلب وكمان وسائل النقل. وجنوب أفريقيا الأولى ده مركزها لحد اليوم. والنحاس ده معدن هايل بنقوله 10/10. إفريقيا بتنتج منه عالميا 15%، و7 بتصنع منه الأسلاك والصناعات كهربية والصناعات إلكترونية بيدخل فيها. على فكرة شفتوا بقى لينا حق ازاي نقول له 10/10. والكروم نص الإنتاج العالمي من إفريقيا، والأولى عالميا وكمان إفريقيا. دولة من جنوب إفريقيا، وبيدخل في كتير صناعات الحديد والصلب أساسي. وبيدخل في إيه تاني؟ الطوب الحراري.